زعموا في قريب الزمان الغابر أن أسدا أصابه النعاس فغفى غفوة القوي المطمئن. فشكى ابن آوى للضبع من خطر سيد السباع سباع الغابة على خطره عليهما. فأشار الضبع وهو ابن شرق الغابة المجاورة على ابن آوى أن له صديقا جحيشا. ذلك الجحيش يرعى بمرج على نهر عظيم غربي مجاور، يقلد صهيل النجاب الأصايل فينعم لنفسه ويصدقها. ابتلاه الله ببله وعجمة وشرود ذهن يكاد لا يفقه له قولا. ينافق له من طفيلي ديدان المرج وخشاشه تطبيلا وتزميرا فيزداد زهوه وعجبه. فأشار الجحيش على الضبع أنه سيفلت ديدانه وخشاشه بين الغابات يوشوشون ويوسوسون بين الخلائق بنميمة الجبان الماكر. أن الأسد شاخ وكبر وأن البديل ابن آوى الفتي المتذاكي. فاستخفوهم أهل الغابة وسفهوهم وقابلوا النميمة ببرود المستهجن وشك المرتاب. فحبط مكرهم وبهت الذي ظلم. جدب مرج الأرز الذي اعتاد الجحيش أن يرعاه، فقحط زمانه ومكانه وأخذت تتهاوى أسنانه. أفاق الأسد واستدار على ملكه فأمر ونهى وعدل وبدل، قلع وزرع وأصلح أركانه. وبعد أن استخار الله عين الذئب الحكيم والصقر الكاسر عونا له يعدل بهما ويحسن ويبني بهما وينصف. فكانا عند حسن ظن الأسد بهما وجعل الله لهم عند الناس القبول. زاد الضبع خوفا لهول ما رأى فهمس لابن آوى: لا تيأس فإن لي غراب. لا تيأس فإن لي غراب بين حاقد قد طرد من غابة هاشم لخيانته وهو كالإبليس نذاله. سيدبر لنا مكيدة ننصبها للأسد بها فخا لعله يقع فيه. ذهب الغراب إلى الطاووس ونفخ به من عبق الكبر ونشوته. يا ملك الطيور وزهوها وسيد الخلائق وحسنها، سمعت أن لك ثورا أرعن بغابة الحكمة لا يعصى لك أمرا ولا يشق لك عصا الطاعة والولاء. فهلا أشرت عليه أن يزبد ويربد وينفخ ويلفخ ويبلبل بغابته ويثير النقع؟ لعله يستثير انتباه الأسد لينقض عليه ومن دونه حفرة عميقة يقع فيها فنسلم منه. لا يرف لك جفنا فالضبع لديه من العلف العفن في خزائنه وسيتكفل بإشباعك ما حييت.
فلبى الطاووس طلب الغراب، واشترط أن يشحن الضبع الأعلاف عنده لينال منها نصيبا ويرمي للثور ما زاد عن حاجته. وصلت الأعلاف الطاووس وأرسل منها للثور نصيبه، وكان للثور جارا في غابته. هو ثعيلب أجرب مطلي بقطران لعله يبرأ. رأى تلك الأعلاف فقصد الثور وتمتم: هلا جعلت لي من العلف نصيبا فأناصرك على الأسد، وإن لي رهطا يكون لك ظهيرا، فتعفشهم عفشا بل عفسا. وافق الثور الأرعن واستحسن شراكة الثعيلب، فهو من شدة تذاكيه كان يرقص على الرؤوس رقصا. رأى الأسد النقع وسمع الجلبة ففهم ما يدور واستطرد. إن في الأمر مكيدة، فالثور والثعيلب ليسا أندادا لي، بل إنها غطرسة الطاووس وشؤم الغراب وبلادة الضبع وكيد ابن آوى. قاسمهم المشترك الغدر والخيانة. فسأرسل السبر ليستكشفوا لنا المكيدة، وببرهة أتوا بالخبر اليقين. إنها حفرة الغدر. تبسم الأسد وأردف: سنضرب الغدر بالصقر. فأشار إلى الصقر الكاسر: عليك بهم واحذر من غدرهم. فأجاب: سمعا وطاعة يا سيد السباع. جمع الصقر الطيور الجوارح من نسور وصقور وشياهين وعقبان وبيزان، كلها طفقت ترمي الحجارة على الثور والثعيلب حتى يبس ريقهما، وضاقت بهما الأرض بما رحبت. فأخذا يتلاومان ويتسابان ويلعن الواحد الآخر حتى اشتبكا. فعضه الثعيلب من زوره، وطعن الثور الثعيلب بقرنه الأيسر، فجثيا كلاهما بلا حراك. وجاءت صحوة الموت، فأنشد الثعيلب بحشرجة المودع: كنت أرقص على الرؤوس، واليوم أطحن بين الضروس. بان الصباح وشاع الخبر، وكشف الغطاء وركد النقع. فضرب الضبع بذيله الغراب، فتطاير ريشه وانكسر جناحه، وزادت أرجته. أضاف الضبع منذهلا: يا ويلتنا من الأسد، اليوم نحو وغدا محو. ما زال خلائق الغابة يرقبون حساب ابن آوى شريك المكيدة الذي كاد أن يدركه المغيب.